السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كانت بتسأل على الشاليهات اللي جوه قرية اللؤلؤة بيتش القوات المسلحة، دي شكل الشاليهات يا جماعة. دي الشاليهات بتاعت المبيت اهي. ادي الشاليهات بتاعت المبيت. طبعا تقدر تروح بقى تحجزها من دار المركبات او من القرية هنا قبليها بفترة كده. الأسعار بتبقى حنينة مش غالية، 800 900 ألف حسب الشاليه وحسب الفيو اللي هو بيبص عليه والكلام ده كله. هو بيبقى جاهز في كل حاجة، يعني الشاليهات جاهزة فيها كل حاجة. وادي القعدة بتاعت اللي قدام الشاليهات، ادي الجنينة، ودي الكافيتيريا اللي على البحر، وهنا ورا هنا الملاهي، ملاهي والزحاليق، وفوق هنا المطعم والسوبر ماركت. والأسعار رخيصة، أسعار زي بره. فطبعا ادي الشاليهات هنا، بص الشاليهات هنا بتبص على البحر على طول. ادي شكل البحر اهو. طبعا دي المنطقة الخاصة بالمبيت، منطقة منفصلة. اللي صاحي من النوم وعايز ينزل يقعد على البحر، طبعا حتة رايقة ومفيش حد فيها خالص. غير بقى الديوز ده كده ده الديوز، اوريكوا الديوز اهو. كل ده ديوز شغال ديوز. مفيش الا الحتة الفاضية اللي ورا دي هي بتاعت المبيت، بتاعت أصحاب الشاليهات الخاصة أو المأجرين يعني. دي الكافيتيريا اهي. طبعا بيبقى في شي على البحر كده. يا مرايتي من كم سنة